السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ تعالوا النهاردة عندنا فكرة بسيطة وسهلة ممكن اي حد يعملها. بلاش الجلابيب اول ما تتقطع مننا كده نجيب ابره وخيط ونقعد نخيط فيها كده، بنبوظ شكلها وبعدين خلاص بتدوب مننا اكتر. فتعالوا اقول لكم النهارده على فكره تبقى سهله وبسيطه. بصوا الجلابيه دي بنص كم. اول حاجه فكيت الكمات بتاعتها، وطبعا هكويها لان الجلابيه الفسكوس بتبقى مكرمشه، فانا بكويها بفردها قصادي عشان اعرف العيب اللي فيها بالظبط، وهعرف انا هبدا اصلحها ازاي. بصوا بفردها ازاي كده قصادي، بتنيها كده الصدر على الصدر بتاعه. بصوا يا جماعه انا مطبقه الصدر، ماليش دعوه بالظهر خالص. بطبق الصدر بتاعها كده اهو، وببدا اظبطها معايا. عايزاها الظبطه بتاعتها عشان خاطر لما اجي اعمل ال الجزء الاضافي اللي انا هركبه فيها، فتبقى الحته معدوله قصادي وتبقى سليمه ما فيهاش اي ايه، اي غلطه. فبصوا يا جماعه اول حاجه انا ظبطتها. بصوا هي الحته من دي هي اللي متاكله منها كتير قوي، الجنب بتاعها متاكل منها زي 7 كده. فبصوا انا بدات ان انا اظبط معايا كده الجنب بتاعي. معلش لو الفيديو بطيء شويه عشان خاطر الناس اللي هي بتبقى عايزه بس تفهم. هنا بصوا اهو بدات ان انا ظبطت الجنب دوت، وعايزه بقى اظبط بقى، مش عايزه اعملها حته واحده. فانا عايزه اعملها زي ايه، حته كده قصه جايه ايه في الصدر، تبقى ايه شكلها حلو. فهنا بقى بدأت ان انا قصيت معايا بتاع 2 سنتي على المتن يا جماعة، 2 سنتي على المتن يعني 4 سنتي على المفروض. بصوا قصيتها كلها كده، يعني هتيجي معايا حتة واسعة على حتة ضيقة كأنها زي قصة. وهنا بقى استقربت اللون عندي من القصاقيس، فلقيت اللون الاسود الصراحة هو احسن حاجة، فعشان فيها ورد اسود. فجبت بقى الحتة معايا هنا، بدأت ان انا اصفيها عشان اخد الحتة اللي انا هستخدمها منها. بدأت اهو بصوا يا جماعة وبقصها كده عشان خاطر برضه الحتة دي كان فيها وصلة. فبدأت ان انا اقص كده. وخلي بالكم الافكار بتبقى حلوة اللهم بارك، بس محدش يكسل اعمليها، هتلاقي الحاجة اللي عندك كان شكلها حاجة بقت حاجة تانية وبقت احلى من الاول كمان. بصوا كده خلاص انا فكيتهم. ببدأ بقى اعدل معايا الجلابية بتاعتي عشان خاطر اعرف المقدار بتاعي بالظبط اللي انا هقصه واللي انا هركبه فيها. فهنا برضو بفردها اهي وبظبطها معايا، وبظبط الناحية التانية اهي. وخلي بالكم ان هي فيها استك من النص، يعني الاستك ده فيها كشكشة، فبعمل حسابه برضو. بصوا فردتها كده، فكده ايه ظهر لي الجزء اللي انا هركبه. هنا ظهر لي الجزء اللي انا هركبه، فبدأت ان انا اجيب الحتة معايا دي، انا طبقتها على 2. قلت اخليها ايه 2 كده محملة عشان خاطر ايه تمسك معايا ايه الطرفين بتوع الجلابية. هنا طبقتها كده اهو، وبدأت ان انا اظبطها معايا اهي. بصوا يا جماعة بسيطة جدا، مفيش اسهل من كده. بدأت نفس الشكل اللي هو عندي هنا هو نفس الشكل اللي انا عملته هنا، هنا واسع وهنا ايه على ضيق. وهنا بصوا اللهم بارك هيبقى شكلها حلو وجميل جدا بعد التقفيل. هنا ظبطتها خلاص كده، يلا بينا نروح على المكنه بقى عشان نعرف احنا هنعمل ايه. هنا بقى بدأت ان انا جبت معايا الحته اللي انا عاملاها، كنت عاملاها على طبقتين يا جماعه مش طبقه واحده. هنا بقى ببدأ ان انا اعدلها عشان خاطر ان هي ما تلفش معايا وانا بركبها. هبدأ اثبتها على المكنه لوحديها. خلي بالكوا سهله وبسيطه جدا، بس يا ريت انتوا تنفذوا الحاجه ما تكستلوش عنها، عشان انتوا لو كستلتوا عنها والله بتخسروا حاجات كتير قوي عندكم وتروحوا تشتروها باسعار غاليه جدا. انا مش عارفه ليه، مع ان الحاجه عندكم ممكن باقل التكلفه ان انتوا تصلحوها، لا بتركنوها وتروحوا تجيبوا حاجات تانية باسعار اغلى. بصوا كده انا قفلتها خلاص دايرين داير كده، قفلتها من الجنبين. وهبدأ بقى كده اجيب معايا اللي هي من فوق من ناحية الصدر اهي. شايفين يا جماعة من الناحية اللي هي السبعة، من الناحية اللي هي فيها 7. بصوا اهو هبدأ ان انا ايه اركبها كده اهي. ببدأ احط القسطة اللي تحت ديت عشان خاطر لو سحبت منها عادي اهي. ببدأ واحدة واحدة كده معايا، وبعمل عرض الدواس يا جماعة عشان خاطر ان انا اعملها اوفر بعد كده، لان انتوا عارفين الفسكوس بينسن. فببدأ اركبها معايا كده واحدة واحدة اهو. اهي بالراحة خالص، خطواتها سهلة جدا وبسيطة، والحاجة ترجع معاكم احسن من الاول بدل ما تركنوها وبدل ما تقطعوها وتعملوها حتة مطبخ. عشان في ناس كتير قوي بتستسهل اي حاجة بتدوب عندها تروح مقطعاها وعاملاها حتة مطبخ. اهي بصوا كده اهو. شايفين يا جماعة؟ هاجي بقى الناحية التانية ديت، انا كنت حطيت القصة بتاعتها كده اهي من تحت، شايفين؟ وهبدأ ايه اركب معايا واحدة واحدة كده بالراحة خالص.
هبدأ اركبها اهو، واظبط معايا عشان الحتة اللي هي فيها ايه، اللي هي كان فيها حودة دي، فلازم اظبطها، فهي ما كانتش مظبوطة معايا، فهنا بظبطها. بصوا فكتها عشان لقيت ان المكنة من تحت عملت كتير قوي من الجسم بتاع الجلابية هنا اهو. فببدأ هنا كده هظبطها معايا، وابدأ اقسمها عندي على الجلابية اهو، شايفين ايه؟ بس كده اهو بدأت اني اشتغل. خلي بالكم ان انت شغاله مش هتلاقي حاجه وقفت في قصادك فانت لا مش هعرف اعملها، لا يا جماعه كملي، هتلاقي نفسك ان انت عملتيها وطلعت معاكي احسن من الاول بكتير 100 مره. هنا كانت الماسوره معايا فضيت، وقفت الفيديو لغايه ما مليت الماسوره ورجعت تاني اعملها. بصوا هنا اهو خلاص قربت كده اخلص القصه بتاعتي. عايزه اقول لكم اللهم بارك كان شكلها حلو. هنا كده اهو عملتها خلاص كده اهي. هي مش باينه عشان خاطر كانت معموله عكس اهي، بعدلها لكم اهي. بصوا يا جماعه، واللون الاسود اللهم بارك حلو فيها، لان هي اكتريتها لونها فاتح والورد بس هو الاسمر، فحلوه اهي شايفين، اللهم بارك جميله. هنا بقى هبدا اركب معايا الكمام اللي انا فكيتها. الكمين كان الكم ده كان فيه كمين، يعني كم صغنن كده عيره محطوط زي اللي هو الطاير، والكم اللي فوقيها. فببدا هنا برضو اظبط معايا بس الاطراف بتاعه الكم عشان خاطر تيجي معايا مظبوطه، وببدا ان انا اعمل لها فرات كده في النص عشان اعرف ان انا هركبها فين، وبدايتها ونهايتها هتبقى فين بالظبط اهو. كده اهو عملت الافراد زي ما واضح عندكم في الفيديو. اما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان كل اي حاجه جديده انا انزلها توصل لحضراتكم. ويا رب افكاري تكون بتفيدكم. وهنا ببدا اعمل الكم الصغير اهو، بحطه من تحت اهو كده، بثبته بس عشان ايه وانا شغاله يطلع الحاجه معايا مظبوطه. معلش بقى لو صوت ابني طالع في الفيديو في التسجيل، عشان خاطر يعني ده هو طفل صغير فمش هضربه يعني عشان يسكت. وكذا مره اغير التسجيل، فالصراحه قلت مرة هنزله زي ما هو بقى. بس كده اهو. وهنا بدات اهو اركب معايا الكم، خلاص قرب الجنب ده يخلص اهو، بركب الاتنين مع بعض. في الجنب التاني هركب لكم كم وكم عشان خاطر الناس اللي مش هتعرف تظبط الاتنين مع بعض. وطبعا اكيد الجلابيه الفسكوس كلها يعني مش هتبقى بنفس التفصيله دي، بتبقى تفصيلاتها تانية، مش كم واحد يبقى كده. فطبعا انا جيت هنا بقى تحت الباط هنا اهو عشان اقفله. بدات اقفل معاه اهو الجنب. بس معلش بس المكنه كانت بتقطع معايا. ببدا كده بظبط معايا الجنب اهو كله، وباجي هنا بقى ما بقفلش الجنب كله لان الجليف الفسكوس دي بتبقى من تحت الباط مفتوحه شويه. هنا بقى بصوا بطني اهو معايا الحرف بتاعها من تحت كده اهو، بقفلها اهو اهو، بعمل بيها الوصله بقيه الكم يا جماعه، لان هو الكم بتاعه كان ليه قصه كده ان هي طايره. بس كده اهو. هنا قفلت الجنب كده خلاص اهو زي ما حضراتكم شايفين. هاجي بقى عند الكم التاني هوريكم ازاي هنركبه واحده واحده. هنا اهو هجيب الكم الصغير اللي هو بيتركب في الاول ده اللي هو الطاير ده، يبقى كشكل بس مش حاجه تانية اهو. عملت فورت هجيب لكم بصوا، هبدا احط الفورت بتاعه عند الفورت كده اهو، وهبدا اقفل معايا الجنب ده اهو. هي ارخم حاجه بس في الفسكوس ده لازم تكوني كاوياها قبل ما تشتغلي بيها عشان خاطر ما تعملش معاكي والمقاس ما يجي في حته يعني كنز وحته عريض، فلازم تكوي الاول. هنا بقى جيت الكم اللي هو بتاع الجسم ذات نفسه برضو الفورت بتاعه بصوا حطيته هنا كده، وبدأت هنا كده اهو اشتغل اهو. حطيت الفورت على الفورت وقست، وهبدأ ان انا احطها تحت المكنة واثبتها، وهبدأ امشي الخطوات بتاعتها واحدة واحدة كده
واحده واحده خالص بمشيها معاها كده. معلش انا مطوله الفيديو عشان خاطر الناس اللي هي ما مش يعني ما اشتغلتش الحاجات دي قبل كده وعايزه ان هي تعمل لها تشتغلها، فتعرف ان ازاي انا اشتغلتها. اهي هقفلها كده واحده واحده اهي كده. خلاص انا خلصت معايا الكم ده كده اهو. هبدأ كده عايزة اقفل بقى معايا الجنب بتاعها. هبدأ اظبط معايا كده اهو اهي. بظبطهم الاتنين قصاد بعض طرفين الكم. هنا شلت الزيادة بقى ديت مش عايزاها انا، وهبدأ اتني الحتة اللي تحت زي ما تنيت الناحية التانية عشان يبقوا الاتنين زي بعض ما يبقاش فيهم اختلاف اهو. تانية في تانية يعني كمان اقل من سنتي، مش سنتي، اقل من سنتي بس كده اهو. عايزه اقول لكم اللهم بارك شكلها طلع حلو. تعالوا بقى اوريها لكم في الاخر شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعه اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، جميله جدا ورجعت احسن من الاول. طبعا ما كان منظرها الاول ما كانش حلو. بصوا شكلها عامل ازاي بس كده اهو. بصوا يا جماعه يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا تعملوا اشتراك للقناه وتشيروا الفيديو عشان الفكره ما تقفش بس عندكم.